ومين فينا امه الله يرحمها ما كانتش بتعمل الاكله الخطيره دي غير في الصينيه الالومنيوم؟ ماما الله يرحمها حبيبتي ما كانتش بيحلالها الاكله دي غير في الصينيه الالومنيوم، وبتطلع زي السكر يا جماعه. شوفوا طريقتها بقى عشان مش هتعملوا غيرها. ولا الخلطه بقى في حته تانية، نزلت بحبيتين بصل شويه فلفل، دعكتهم بملح وفلفل في الصينيه، جبت الخلاط حطيت فيه طماطميتين، حبايه بصل، كام فص توم كده مفرومين، وكمان عليهم معلقه كبيره من دبس الرمان، ومعلقتين كبار من الصلصه المعلبه، وربع كوبايه من الزيت، شويه من الفلفل الاخضر والاحمر، وكوبايه من الميه، ورشه ملح، رشه من البابريكا المدخنه، ورشه من الفلفل الاسود. هنزل عليهم برشه من توابل اللحمه، ومعلقه كبيره من سويت شيلي صوص، ودي بقى من عندي انا. سويت شيلي صوص دي من عندي مش من عند ماما، بتفرق في الطعم وبتزود الطعم، يعني حلاوة على حلاوته. هنضربهم في الخلاط، وهنزل كده بايه بشوية على الخلطة بتاعتي بتاعت البصل والفلفل الالوان. هرصي بقى حوالي 1.5 كيلو من البطاطس متقطعين شرايح سميكة مش رفيعة، هرصهم كده على الفلفل. في ناس ممكن تقول لي ايه، هو كل وصفه ماما الله يرحمها؟ يا جماعه يعني انا متعلمه الاكل منين؟ ما هو من ماما حبيبتي الله يرحمها، يا رب ادعوا لها بالرحمه بالله عليكم. انتوا كمان اتعلمتوا الاكل منين؟ مش من مامتكم برضو؟ ما هو الاكل الحلو ده يطلع من ايد مين غير من ايد ست الكل. عندي هنا كيلو من اللحمه الانتركوت، بجيبها وبرصها كده على البطاطس. تقدري تستخدمي اي نوع لحمه انت بتفضليه وبتحبيه ومتوفر عندك، يعني الوصفه دي تنفع باي لحمه. هنزل بقى بباقي الخلطه. شايفين يا جماعه لون الخلطه؟ بجد اعملوا الطريقه دي مش هتعملوا غيرها، وهتاكلوا صوابعكم وراها. وادعوا لماما بالرحمه بقى بالله عليكم. يعني في ناس ممكن تقولي يعني مامتك الله يرحمها كان في على ايامها بابريكا مدخنه؟ هي ماما يعني يا جماعه متوفيه ليها 70 سنه؟ ده ماما الله يرحمها حبيبتي لسه متوفيه في شهر واحد، وقبل ما تتوفى كانت بتعمل لنا الحلو كله، والبابريكا والصوصات اللي انتوا شايفينها دي كانت موجوده يعني. يلا بقى ندخلها في فرن يكون سخن من قبلها بنص ساعه على ارضيه الفرن، هتقعد ساعه ونص. لما تستوي هطلع لكم بيها لايف عشان نلحق بس تشوفوها. طبعا الوصفة اهي جوه الفرن يا جماعة. طبعا انا مش هينفع استنى لما تستوي واوريها لكم، عشان دلوقتي الساعة عدت 9:30 وانا عايزة اوريكم الطريقة بصراحة. فاستنوني هطلع لايف اول ما تستوي عشان تشوفوها النتيجة بقت عاملة ازاي. هعمل معاها رز ابيض، جربوها بقى، لان بجد بجد الطريقة دي تجنن تجنن. واستنوني بقى في لايف، بس هطلع اللايف على صفحة مع هيام محمود ان شاء الله اول ما تستوي عشان تشوفوها. معلش بقى سامحوني مرضتش استنى ما تستوي عشان كده، ولا الساعة 11 عقبال ما انزل لكم الفيديو، وممكن تكونوا نمتوا وما تشوفوش الفيديو. باي باي حبايبي، استنوني لايف.